ألا تريد أن تكون خاتمتك مع القرآن؟ ألم تعلم أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. وابن كثير رحمه الله قال: إن الله تعالى أجرى عادته في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على القرآن مات على القرآن. وبالله عليكم، من يعيش على الواتساب على ماذا يموت؟ ومن عاش على الفيسبوك على ماذا يموت؟ أتساءل، الوقت الذي تقضيه الأمة على الهاتف وعلى الفيسبوك والإنترنت لو قضته على القرآن وفي مجالس الإيمان ماذا كان سيحل بالأمة؟ عند الاستيقاظ أول ما يستيقظ قبل أن يذكر الله يخرج الهاتف: ما الرسائل التي وصلتني؟ وقبل النوم حتى أنه ينام والهاتف في يده. الأخزى من ذلك قبل الصلاة، كم رأيت من شاب داخل للمسجد وهو يتحدث على الهاتف قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يضع الهاتف في جيبه ويكبر. بعد السلام فورا قبل أن يستغفر الله، قبل أن يستحضر، فورا بعد السلام يخرج الهاتف ويرى الرسائل التي وصلته عند الطعام وعند الشراب وفي كل أحوال حياته. ولو سألته: أخي الحبيب، منذ متى فتحت القرآن؟ يوجد على الواتساب آخر ظهور لك. لو قلنا لك ما هو آخر ظهور لك مع القرآن متى سيكون؟ ممكن من رمضان الماضي، ممكن من 2 أو 3 أو 4. لقال لك: عندي مصاحف في البيت. كيف حال المصاحف؟ طبقة من الغبار عليها. عندما يقترب رمضان نمسح الغبار ونجهز أنفسنا. ولكن أهل القرآن الذين قال عنهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن يرفع قدرك في الدنيا وعند الموت. ما بالك بملك الموت وزبانيته عندما يأتون لحافظ القرآن؟ كيف سيأخذون روحه؟ كيف سيخرجونها؟ كيف سيصعدون بها إلى السماوات؟ كيف ستفتح لها أبواب السماوات؟ ما من سماء إلا وسيقول أهلها: روح من هذه؟ فسيقول ملك الموت ومن معه: هذه روح العبد الصالح. أول ما تنزل إلى القبر نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن سورة من القرآن غفل عنها الكثير من الناس إلا من رحم الله. 30 آية، والله جربوها، والله قد لا تتجاوز معكم 2 أو 3 عند النوم. ولكن للأسف في أمور كثيرة الآن لهت الأمة عند النوم. دقائق قليلة تقرأ سورة الملك تنجيك بإذن الله تعالى من عذاب القبر. وإذا حشرت يوم القيامة في ذلك الموقف الشديد، نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة نعم تأتي كأنها إنسان، مع سورة آل عمران تقول: يا ربي كان يقرأنا، كان يحفظنا، يا ربي منعته النوم في الليل، يا ربي منعته الطعام والشراب في النهار، يا ربي شفعني فيه. البقرة وآل عمران يشفعان لك. تدعى يوم القيامة أمام كل الناس وتلبس تاج اسمه تاج الكرامة. لمن هذا؟ قال: هذا لحامل القرآن. ليس أنت فقط، بل سيدعى أبوك وستدعى أمك. هم قد لا يكونوا من حفظة القرآن، ولكن يقفون أمام كل الناس ويلبسون تاجا اسمه تاج الكرامة، لؤلؤة واحدة منه لو نزلت إلى الدنيا لغطت نور الشمس. يقولون: بما كسينا هذا؟
لماذا يا ربي ألبستنا هذا التاج؟ فيقول الله تعالى: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. كما حرصت أن تضع ولدك في أفخر المدارس والجامعات ورفعت رأسك واحتفلت عندما نال أعلى الشهادات، اسأل ولدك أين هو من القرآن. اذهب به إلى حلقات القرآن، إلى المساجد، اجلس معه، فوالله كل الشهادات لن تلبسك شيئا يوم القيامة. وقد، نحن لا ندعو إلى ترك العلم، ولكن قد تكون سببا في هلاكك إن لم تقرن بالدين. عندما تدخل الجنة ماذا سيفعل لك القرآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.